القمريون، ومنهم أطفال القمر. أطفال القمر هم الناس اللي ما يقدرون يطلعون إلا تحت ضوء القمر. ليش؟ لأن الشمس تسبب تحسس لجلدهم وعيونهم. هالتحسس ممكن يوصلهم لإصابات جدا خطيرة مثل سرطان الجلد، إنهم يفقدون أعضائهم، أو العمى أو التشوه. نظرا على هذه المشاهد، ولكن هذا هو الواقع. وغالبا يعيش المريض بين 10 و15 سنة، ولكن لو وقى نفسه فهو ممكن يوصل إلى 70 أو 80 سنة. معكم بلال من أطفال القمر. شخصيا عرفت عنهم أمس في مبادرة صناع الأمل، يوم فاز أحمد زينون اللي ساعد أطفال مرضى القمر بأنهم يعيشون حياة طبيعية. أحمد زينون صانع الأمل العربي الأول لعام 2025. وبما أن المرض ما له علاج، فهو يساعدهم بأنه يوفر لهم الأشياء اللي تقيهم من التعرض للأشعة فوق البنفسجية اللي تضرهم. هو يعتبر مرض وراثي متنحي، يعني غير معدي، ولازم الأم تحمل جين والأب يحمل جين فيظهر في الابن. لذلك وايد مهم أنكم تسوون فحص ما قبل الزواج اللي هو الجيني، مو الفحص العادي، لأنه ما يظهر بالفحص العادي بس يظهر بالفحص الجيني. ويوم أقول لكم الفحص الجيني فهو نفس الفحص اللي قلت لكم إن أبو ظبي فرضته مؤخرا. وبس والله الحمد لله على جميع النعم. لا تنسون تطرشون الفيديو لشخص ما كان يعرف عن هالمرض قبل.